بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الرد الثاني على ديك التي تسمى الضحية الثانية ديال ولد خويا سفيان، ديال ولد خويا المهدي، اللي في واحد اللقاء وواحد الفيديو مع الجريدة ديال شوف قلت لهم باللي تعداو عليا وباللي بسبب هذا المشكل مرضت بمرض السل. واش كتظني بلي حنا مكلخين؟ واش عارفه شنو هو مرض السل؟ هي جرثومه تصيب الرئتين، او كما كيتسمى في المغرب مرض السداد، وهو منتشر كثيرا في المغرب وتقريبا في جميع دول العالم. مرض السل يعني اي انسان يقدر يكون غير في الطوبيس، في اي محل، في كاس بارك في قهوه ما مغسولش مزيان متعفن، يقدر الانسان ياخذ مرض السداد. واش كتضحكي عنا؟ واش كتهضري؟ واش حاسبانا باللي ما كنعرفوش؟ اشنو الدخل ديال مرض السل بالمشكل ديالك مع ولد خويا المهدي؟ غير فهمينا ايتها العاهره اللي مازال باقا كتكلمي وكتحلي في فمك وباللي تعقدتي وباللي هادي، وراه باينه عليك. انا من كمالتك راه تيقولوها، قال لك سيماهم على وجوههم، راك باينه عليك كرابه. انا بغيت لك ماشي مرض السدر، انا بغيت لامك مرض السيده، انا بغيت لامك شي مرض ما يلقاوش ليه الدواء، شي آفة اكثر من الايبولا، شي حاجه اللي ما كايناش. انت كدابه وكدابه وما كتعرفيش حتى تكذبي. لو كان عرفتي غير تكذبي كون نعطيك بلا شويه ديال الذكاء، ولكن انت انسانه مكلخه دخلتي لنا مشكل بمرض السل. ما علاقه مرض السل بمشكل اللي وقع لك مع العائله ديال خويا؟ شنو شناهي؟ وبكا كتقول لهم هادي وهادي. لا، الحقيقه اللي لازم يعرفها الجميع هو باللي الراجل ديالك البزناز هو اللي تهجم على الاخ ديالي وتهجم على المراه ديال خويا، وهذه هي الحقيقه، ماشي الهضره اللي كتقولي انت باللي هجم عليك المهدي وهادي. وتنقولها لك مره اخرى، كون كنت في المغرب انت وهذاك الراجل ديالك هذاك القواد اللي مزوجه به، انا كنت غادي نحيد لامك ماشي الوجه ديالك، كتحيد لامك اليدين ديالك. ايتها العاهره كتعدي على الناس، انت وداك الراجل عندك البزناز، عايشه مع بزناز حمار مخرب ديال المجتمع وكتلعب لنا ضحيه. وسيري عاوديها لامك، انا كنقولها لك من هذا المنبر، وانا ما عايشش في المغرب، وللاسف كون كنت في المغرب غتكون عندي معاك هضره اخرى مع داك القواد اللي عايشه معاه، داك اللي كتسميه رويجل اللي كيبيع في المخدرات باش كيوكل لك ولادك وكيشربهم بالحرام. ايتها الفاسقه، ولكن الايام راه بيناتنا وراه تا واحد ما كينسى، والحساب راه غادي يجي ان شاء الله. راه ماليش الله ما نعطلك، انا نقولها لك بالعربيه باش تفهميها، انا ماليش نعطلك بزاف، وباللي الايام جايه غادي نتفاهموا مزيان. ايتها الفاسقه العاهره مرت البزناز اللي خص العالم المغرب كامل يعرفك، اللي دابا كتلعب عليهم ضحيه. راه باينه غير من وجهك ومن كمالتك ومن الطريقه ديال الهضره، راه بنات الناس كيحشموا ملي كيهضروا، وهذيك الكماره عندك صحيحه بحال القصدير، والناس راه غيشوفوك غير كيفاش كتهضري غيفهموك. السلام عليكم.